الخلطات الطبيعية جريمة في حق بشرتنا. موضوع الخلطات ده ممكن يضر بشرتنا باكتر من طريقه. اول حاجه ان انا ابقى بستخدم حاجات اصلا ما تنفعش تتحط على الجلد، اشهرها الليمون. ناس بتعمل ماسكات الليمون وبعد كده كمان ممكن يطلعوا في الشمس، دي من اكتر الحاجات اللي ممكن تعمل تصبغ في الجلد. ممكن كمان نستعمل حاجات تعمل لنا اساسا تحسس زي العسل، سهل جدا ان حد يحصل له حساسيه لما يحط العسل على وشه. ده غير ان احنا اصلا استفادتنا من الخلطات الطبيعيه دي صعبه جدا. ليه؟ لان عشان نوصل ان الكريم اصلا يمتص ده بيعدي بمراحل كتيره خالص، والكريمات بيبقى فيها مستخلصات من المواد الطبيعيه ولكنها متعالجه بالطريقه اللي الجلد يقدر يمتصها ويستفيد منها. فالموضوع مش ببساطه كده ان انا اجيب شريحه خيار او شريحه بطاطس واحطه على جلدي يبقى انا كده وصلت فايده كبيره. ممكن فعلا ازود امتصاص ميه ترطيب لكن مؤقت ومش بالطريقه اللي انتم متخيلينها، في حين ان الكريمات بتبقى فيها كل المستخلصات دي بنسب عاليه قوي وبطريقه اصلا الجلد ينفع يمتصها ويستفيد منها. كمان مشكله الخلطات ان في ناس بتتخيل ان هي تقدر تعالج بيها مشاكل مختلفه. يعني احيانا يجي حد عنده حبوب ويقول انا ليا فتره بجرب في خلطات كذا وكذا وكذا، في حاجات منها ممكن اصلا تزود الحبوب وحاجات تانية مش هتفيدنا وقاعدين نعطل نفسنا ونستهلك في وقتنا على الفاضي.